السلام عليكم مشاهدينا الكرام. إذا كنواصلوا سلسلة من الحلقات مع سي جلال سميدة، أسير مغربي، جندي مغربي، أسير سابق في سجون البوليساريو والجزائر. فبعد واحد المجموعة من الحلقات بغينا نديروا تقييم حول ديك الحلقات وكيفاش تفاعلوا معها المشاهدين الكرام. إذا سي جلال تبارك الله عليك، الله يبارك فيك. بارك الله فيك، الله يبارك فيك ويحسن مبروك. إذا حنا غاديين مع المشاهدين طبعا. وبالنسبه لك في هذه الحلقات اللي درنا، واش كان شي تفاعل؟ كاين شي ناس اتصلوا بك؟ كاين شي؟ لا ضروري كاين الاتصال بزاف، كاين تفاعل وكاين الاتصال بزاف، على خاطر هي احداث يعني كما كنقولوا احداث تاريخيه وعندها واحد العمق ديال في قضيه الصحراء المغربيه وفي قضيه الجيش المغربي، وهذا طبعا كاين اذا الناس اهتموا بهذه الحلقات طبعا كاين الناس وخاصه الناس اللي مرابطين في الصحراء المغربيه ضروري. او الناس اللي خدموا معاك ضروري الناس اللي اشتغلوا معايا والناس في المناطق الصحراء المغربيه بما يخص العيون، السماره، بوجدور، طنطان، قلميم، بزاف كاين تفاعل لخاطر هذا قلت لك حدث، هذا احداث يعني. والشيء اللي بغينا نبينوا للناس، الشيء اللي بغينا نبينوا للناس بانه هذه الحلقات هذو ماشي قصص خياليه كنبقى نعاودوها ولا حنا نضيعوا في الوقت، ولكن هذا تاريخ وجزء من الحياه ديالك اللي فوتها في السجون ديال البوليساريو. نعم. وكنت كتسجل داك الشيء كانك واحد الكمبيوتر وهذاك الشيء كله عايش معك. نعم. وكما كنقول قناه الحمد لله انه خرجت سليم عقليا ونفسيا الحمد لله، وقادر انك توصل هذا الشيء للمغاربه، والمغاربه خصنا نوصلوا لهم هذا الشيء. وكاين تساؤلات يعني بالنسبه لنا، توصل تساؤلات ناس، كاين شي امور اللي يمكن حنا نقزناها او كاين طبعا التفاصيل اللي ما رديناهاش البال وكيتسالوا ليها. مثلا كيقول لك ودي حنا كنعرفوا السي جلال كان يحارب الدبابه. نعم. ولكن ملي حارب الدبابه من بعد قالنا تضربت بالرصاص. نعم. اذا كيتسالوا كيفاش واحد مول الدبابه يضرب بالرصاص. اذا بغيت توضح هذه المساله توضحها لنا مزيان. ماشي مشكل، لا مليحه، ماشي مشكل. الدبابه هي هذه مثلا، هي هذه الدبابه اللي كنت كنقاتل بها، هي هذه ياك، هي هذه كاع بالضبط. هي هذه بالضبط. هي هذه الدبابه اللي كنت نقاتل بها. كيفاش باش غادي نتقاس بالرصاص ديال الرشاش. السلاح ديالي مع المعركه طالت من كما قلت لكم من 2 ديال الليل والقتال ساري مفعول حتى 9 ديال الصباح. الور 9:30 ديال الصباح كانت انا ما بقاتليش الذخيره. الور هنا فين ملي يكون عندك سلاح والذخيره ديالو ما بقاتش فيه، كيبقى عرضه للعدو، كيبقى بحال سيبله. دونك جات فيه، كان مازال فيه المازوت في الموتور ديالو مديماري، جات فيه ار بي جي نف، شعلت فيه العافيه. الور فاش شعلت فيه العافيه بداك السفل ديال ديك الار بي جي اللي دخلات في وسط الدبابه، بداك السفل انايا تهزيت من الفولي اللي كانت محلوله عليا. اصلا الفولي ديالي فاش كندخل لداخل في وسطو كاينه واحد الفولي كتسد وكتحل. دونك انا الفولي تحلت بالسفل اللي جا فيه في ديك الار بي جي. خرجت انايا من الشار ديالي وجيت تقريبا واحد 30 متر عليه، على المسافه ديالو جيت 30 متر. لا بالنسبه للدبابه كتكون بوحدك ولا كيكون معك؟ لا كيكونوا 3 العناصر، كاين اللي فيها 4 العناصر. انتم كنتوا 3 ولا كنتوا؟ كنا 3. وجوج الاخرين فين مشاو؟ واحد مات، واحد تما في ديك الضربه مات في ديك الضربه هذيك. جات له الضربه في الراس، وواحد تبليسه شويه من العنق ديالو كذا، ولكن حتى هو تعتق. حتى هو تعتق. دونك هنايا فاش لا هو ما طاحش في الاسر هو؟ لا ما طاحش في الاسر. تعتق بقى مع الموتى. راه طايح ميت بقى مع الموتى مع ليمور في وسط في الجدار الامني. وفاش جات لونترفونسيون تهز الموتى كان هو مازال حي. لا غير دابا هذيك الضربه اللي ضربت الار بي جي كتقولوا انتم شنو سميتو؟ وي ار بي جي ناف. ار بي جي ناف المشارقه كيقولوا الار بي جي. اذا هذا البرجي، هذا السلاح ضد الدبابات. ضد الدبابات. قوي كيكون قوي ضد. اذا انت خرجت ضد الدبابات. دونك انا فاش تلاحيت، لا اسمح لي، انت خرجت واحد توفى وهذا اللي تضربته هو خرج ولا كيفاش دار؟ لا حتى هو تلاح، حتى هو في السفل، حتى هو لخاطر يعني الدبابه مشات. الدبابه كانت شاعله فيها النار، شعلت فيها العافيه. شعلت فيها العافيه مع الموتور كان مديماري. اذا انت تلاحيت قلت لي 30 متر. انا بعد تلاحيت، يعني السلاح الوحيد اللي خصني ندافع على راسي به وهو الكلاشنيكوف. ملي غتجيبو
كلاشنيكوف كاينين لي مور لا ديال بوليزاريو ولا ديال المغاربه الجيش المغربي اللي هما لي مور. دونك منين طحت حدا وحدين هو اللي قبض السلاح ولي شارجور ديالو وكملت العمليه ديالي. ولكن باش نكالي على روحي جيت لجنب الدبابه ديالي جنب الشني ديالها وتما درتها كدراقه من المدرعه ولات درع وليت مدرك بها ونقنص وكونتينيت مكمل ونقنص. وفي واحد اللقطه من اللقطات يعني مازال تنتذكر مزيان خرجوا لي 4 على 80 متر 90 متر ديال البوليزاريو هازين هذوك لي ار بي جي فوق ظهرهم دايرينهم فوق ظهرهم. صيفط لهم ساروت واحد اللي عندي في ديك الشارجوره طاحوا واحد على واحد بربعه بيهم. فين يجيني انا الرافال اللي غادي يجيني ما غاديش يجيني من السيكتور منهم غادي يجيني انكليني. هو يشوفني واحد شاف النار من خرجت ديال كلاشنيكوف انكليني نقول لك 100 متر 120 متر هكا بالجنب ديالي. لخاطر فاش صيفط لي الرافال بداو يجيوني النجوم ديال الرصاص بداو يجيوني في الجنب. هنا فاش شي يبقى شي تخلي هنايا شي تخلي في الرجلين. هنا فاش جاتني تما عندك رصاصه فين في الصدر. عندي رصاص في الصدر. لا تسمح لي الرصاصه جات من هذا جاتني انكليني وي جاتني من ضربت دخلت وفين وصلت دخلت وبقات هنا هرست لي غير الضلوع وي هرست لك الضلوع هرست لي الضلوع وبقات هنا واقفه. وحده الاخرى كاين عاوتاني واحده الاخرى جاتني هنايا في الفخذ ديالي في لي هونش في الفخذ. وحده جاتني في الساق ديالي من الموري نيشه بالضبط. ودابا المشكل مازالين المشكل هو مازال لي بال مازال عايشين معايا باسكو لي بال ديال كلاشنيكوف من مكونين من الزواق ومن الحصن الصفر ومن اللدون. دونك التاثيرات اللي كيكون عندهم في الجسم ديال البنادم الجسم ديال الانسان راه كنا كنسمعوا بكري على انه الناس ديال لا غير مونديال كاين اللي عاش معاه لي زيكلا ولا لي بال ولا هذا وما كناش نصدقوها. ولكن حتى وليت انا عايش بهم سي فري 3 بال عايش بهم تقريبا السنين ديالي دابا كامله. بالفعل حنا هذه الاسئله اللي كيطرحوا الناس يقول لك كيفاش هذا تضرب بالبال بلي بال بالرصاص ومازال عايش. لا لي بال هادو بغاو يستغلوها بعض الجزائريين بعض الذباب الالكتروني الاخر. الذباب الالكتروني والله حنا ما نديوهاش فيهم ولكن حنا باغيين الناس المغاربه الاحرار اللي كيتبعونا وثاني مصداقيه الحلقات انا نوضح هذا الشيء هذا. وانا كنا قبل ما نصوروا تكلمنا في هذا الموضوع طبعا وفعلا وريتني الرصاص انا توشيته. انت ما قدرتش كاع توشيه قلت لك توشيه غير هكا جاتني شويه باش وحده في الخط وحده هنا في تحت الباط. وانت راك متعايش معه وقلت لي من بعد يعني فاش خرجت من الاسر الطبيب دوز عليك ودار لك الراديو. دار لا الراديو نوريوه للناس. الطبيب كانت اوامر ملكيه من عند سيدنا محمد السادس الله يحفظه والله ينصره. كانت اوامر ملكيه من عند الاطباء العسكريين المغاربه. الور دونك فاش دخلت للماريفي وكان داك الشيء بواحد السرعه كان اوامر ملكيه ساميه بواحد السرعه لي بليسي دو غير كاملين يفوتوا الماريفي ويتنقاو من لي بال واللي عنده شي حاجه. ولكن كانت هنايا انا كان الموقف ديالي من هذه الناحيه فاش دارني الدكتور الجراح جنرال الجراح باش غادي يحيد لي هاد لي بال. فاش دخلني للسكانير وشاف لي بال فين كاينين يعني مخوقف دار غير هكا وبقى كيشوف هاد لي بال فين كاينين. دونك لقاهم معشين لي تحت الباط هنا يعني في العروق والاعصاب اللي جايين من المخ. صعيب قال لي راه عندك العروق والاعصاب بحال زغبد الموسطاش ولا تقاست لك غير زغبه واحده غادي تباراليزا. دونك لي بال عايشين معاك وكذا غادي نعمر لك واحد المحضر يكون عندك اون كاد بيزو تكون شي حاجه جوج حاجات اللي خصك تحضي منهم مزيان. جوج حاجات تحضي منهم مزيان دائما ما حدك حي وهو الكهرباء ما تمسش في الخيوط ديال الضوء. يكون داكشي وراه فريمون راه ملي كنمس شي خيط ديال الضوء ولا تكون غير قليل شويه الفولتاج ديالو راه الضربه الاولى كنلقاها كتجيني في كاين لي بال في كاين لي بال كتجيني الضربه الاولى كتجيني في لابال والجوجه قال لي الخيوط ديال الضوء ما توشيش فيهم مزيان ما تقربهمش وفي البرد بقى تلبس مزيان. دابا بحال كاين شويه الحراره الحمد لله الجو مشمس وهذا راني اليوم بلا شيميز نص كم وهذا الحمد لله الامور هذا صافي عندي في البرد نلبس مزيان باش لي بال يسخنوا مع الدم. اذا دابا راك متعايش مع لا دابا طبعا راني متعايش معاهم كتنعس نورمال لا الحمد لله لا الحمد لله كنعس نورمال وهذا
غير بعض الخطرات زعما الله يسمح لنا من موالين الدار، حتى كنضرب ديك الضربه الدف، كنضرب موالين الدار حدايا كيجيب لي ربي راني مازال في السيلونات ديال البوليزاريو. والله الا انا مع بالزيت مع هذا، والله الا تا يقولوا لي موالين الدار ها واش والله تا كنضرب بالبنيه تا كتجيني كنلاقي على راسي بحال راني مازال في السيلونات. انا راني كيجيني كيجيني داك الشيء مره كيجيني داك هذا الاخر هكذا في النعاس فهمت، كتلقى راسك راك مازال هي وحتى في الحياه اليوميه تكون عايش وكترجع لذاك الشيء اللي كان. انا علاش شوف انا نقول لك واحد القضيه والمستمعين الكرام والمشاهدين الكرام، يعني هذه السنين كامله اللي عشتها في هذه المخيمات المثقوبه في تيندوف عند المرتزقه البوليزاريو وعند نظام الكبرانات، يعني هذه 20 عام راني أرختها في الدماغ ديالي، أرختها يعني أرختها في الدماغ ديالك وفي النفسيه ديالك وفي الجوارح ديالك وفي كل شيء. طبعا يا استاذ، يعني ما نقدر ننسى حتى حاجه، ما ننسى حتى حاجه من اليوم الاول على اللي يدخلوني فيه لتندوف الى حتى لاخر نهار اللي غادي نوصل فيه للوطن الحبيب، المملكه المغربيه الوطني المغرب، وغادي نجي نازل من الطائره. وربما اللي شاهد الفيديو ديالي راه كاين الفيديو ديالي وغادي تولي تشاهدوه مره اخرى ان شاء الله. انا قالوا لي غير هبط سجد 2 ركعات سجدا وحمدا وشكرا لله تبارك وتعالى اللي ضربتني الهوى ديال الحريه الله في المغرب بعد ما سنين طويله وحنا نقاصيو. هنا سمحت لي بغيت نقول واحد الكلمه للمشاهدين الكرام. كتشوفوا كيفاش الحرقه ولا القرحه باش كيتكلم السي جلال سميده والشيء اللي عاناه وحنا سمعنا غير شويه. ليه مطلوب منكم وتحملوا؟ كاين اللي ما تحملوش انهم يسمعوا هذا الشيء هذا، ومنهم يعني كنهضر على الكراغله اللي كذبوا هذا الشيء وبغاو يستهنوا بهذا الشيء هذا، لانه هذا طبعا طبيعتهم. ولكن كما كنقول دائما الحسنات يذهبن السيئات. المشاهدين الكرام مطالب بانهم يتبعوا هذه الحلقات ويبارطاجيو ويشاركوا في القناه ويدعموا بجام ويشاركوا في التعليقات ويشاركوا في الاسئله والتساؤلات. بغينا يكون تفاعل. هذا تاريخ مهم، لانه بهذه الحلقات راح نهرسوا ديك الاسطوره اللي باغيه ديرها البوليزاريو وديك القبه اللي هزها البوليزاريو على راسها باغي نطيحوها لها ونطيحوا لهم كذوبهم وكاع الحيل وكاع داك الشيء. لانه وعدني سي جلال لانه يهضر على واحد المجموعه المسائل، هذاك المخيم تندوف شكون بناهم، كيفاش دايرين، ديك المساعدات، العيشه تما كيفاش عايشين، كيفاش دايرين النساء، كيف دايرين الفتيات، كذا مجموعه المسائل غادي نفضحوا. نعم ضروري. يعني راني مسجل واحد التاريخ طويل وكبير جدا في المخ ديالي، وهذا هو اللي جات الوقيته اللي بغيت نخرجوا باش الشعب المغربي يسمع ويعرف على انه هاد البلاد ديالنا والصحراء المغربيه راها تسقات بالدم ديال ابناء المغرب لا للمساومه. اذا هنا نتلاقاو في الحلقه المقبله ان شاء الله.